السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حذفت طبعا اليوزر نيم موجود في اليوزر، فظهر معانا الدخول ببرنامج التجربة. هنعمل بس حاجتين هنا. لما ننشئ حساب مرتين بنفس الكلمة، أو مثلا هنا أحمد، ننشئ أحمد، وهنا 20 مثلا، تم تسجيل بنجاح. لو هنا عملت أحمد 20 تاني أو سامح، تمام، 5 أضف، خلاص الأدمن والكلام ده. بس الرسالة اختفت على طول، احنا عايزين الرسالة ما تختفيش قوي كده عشان نلحق المستخدم يقرأ حاجته. ام اس، هنشوف كده ام اس تقريبا 6 او هي ديت. هنخش عليها، هنخليها بدلا من خليها كده خليها 3 سنتي، 3000 يعني 3 ثواني. النقطة التانية والمهمة جدا اللي هنشتغل عليها برضو، احنا هنا عملنا في اليوزر، لو هنشيل دوت ونيجي نفتح دخول البرنامج للتجربة، احنا عايزين الكلام ده برضو يختفي. هناخد اسماء الليبل، هنا ليبل 2، وهنا ليبل 3، وهنا تكست 3، وهنا تكست 34، وهنا كوماند 1، وهنا كوماند 4. عند التحميل هذا النموذج هيبقى عكس ده. مي دوت الحاجات ديت اللي احنا عملناها، الليبل 12 الرؤية بتاعته بتساوي ترو. هما كام حاجة؟ 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. الشيء بيطول شوية كده. دخول البرنامج للتجربة، هنخش كده هننشئ حساب أول مرة، هنكتب مثلا اسمي ونكتب إيه 20، أضيف الأدمن، تم تسجيل أدمن بنجاح، خلاص خلص تمام. هندخل كده ونخش
طبعا معلش هي بتطول فعشان كده فهبدا. زي ما انت شايف جابت اليوزر نيم والباسورد، ما جابتش ايه الاقتراح التالت. نكتب هنا عايز اشتري. طب دلوقتي احنا هنا عايزين نعمل رسالة الترحيب دي. طب رسالة الترحيب بناء على ايه؟ بناء على الايه؟ الكلام اللي هيتكتب هنا. الكلام اللي هيتكتب هنا في فيلد 1. فيلد 1 هنعمل هنا استعلامي بسيط جدا. هننزل اليوزر نيم وهنزل اليوزر وهنزل الفيلد ده هيبقى ان شاء الله هو الاسم الكامل. وهنا هنسجل بالكويري 13. لازم نحفظ معانا كويري 13 في خانة كده. هنيجي هنا عند الفورم دوت. قال لك احنا دلوقتي هنا الفورم ده هو اللي هيبقى ظاهر للمستخدم، انما في فورم هنا اسمه فورم 8 ما اتقفلش وما ينفعش يتقفل، لكن مش هيتشاف بعد كده. ليه بقى؟ لان الكريتيريا اللي في الاستعلام اللي هو كويري 13 ده، نكتب كويري 13. الكريتيريا الاستعلام لما نعمل تصفية او نعمل فلتر في الحته ديت لازم يكون ياخد الفورم، والفورم ده يكون مفتوح ما يكونش مغلق. يكون مفتوح ما يكونش مغلق. فاحنا هنا طبعا وبالتالي ان فورم واحد فورم تقريبا 8 هو اللي دايما بيبقى مفتوح، واحنا مش هنشوفه لان طبعا الحاجات دي كلها بتختفي بعد كده. هخش هنا ونعرف هنا الجزء دوت اللي هو الجزء اسم المستخدم بيبقى اسم تكست 3. تكست 3 ماشي. يبقى احنا كده هنخش على الكريتيريا وبيلدر وفورم 8 تكست 3 ودوس اوكي. طب دلوقتي هنا في فورم 1 هنكتب كلمة ترحيب بقى. طب هنا الجزء ده مش ينفع نكتب فيه ترحيب، لازم الجزء ده بالذات. يعني هنا الجزء هنا اهو هنكتب هنا اهو مرحبا. وهنكتب الكتابة بالداكن وناحية المحاذاة ناحية اليمين. لا، الحدود هيكون شفافة. حتى الآن كل حاجة اتكتبت، ولكن نخش بس الأول هنا فيو. كل حاجة اتكتبت ولكن لسه اللي هي الترحيب ما جاش. فاحنا طبعا الكلام هنا هنستخدم الدي لوك اب الموجود هنا اهو. يطلع لي اللي هو اسمه فيلد 1. استخرج لي فيلد 1. طب هنستخرجه ازاي؟ هنطبق الكود بتاعنا اللي هو دي لوك اب بدون شرط، نسخ لصق. هتبقى هنا كويري 13 وهنا هنبقى فولد 1 وهنا بتساوي دي لوك اب. واقفين عليها.
مرحبا ادمن. خلاص كده. انا بقى هنا مرحبا ادمن دي اول ما يتعمل، اول ما يبقى في ادمن هنعمل زرار للادمن فقط لا غير. فين هنا بقى في الادمن الزرار بتاعه؟ الزرار بتاع الادمن ده بقى هيكون فيه صلاحيات، اضافه الصلاحيات بايه؟ يعني اضافه المستخدمين بالصلاحيات. بس قبل ما نعمل القصه دي في نقطه مهمه قوي عايزين نعملها، وهي احنا هنا عايزين بس نحذف اليوزر. معلش عشان ده بيطول فانا هوقف. وهو عند الملف اليوزر ده اللي هو اليوزر دوت هنحذفه اكننا ما عملناش يوزر. بص هيحصل ايه هنا. طبعا بنعمل هنا دخول للتجربه بانشاء اول مره. عايزين بقى في الجزء ده نعمل تاكيد للرقم السري. هو ده اللي عايز اعمله دلوقتي. هنا برضك عايزين نخليها القناع الادخال باسورد. هنا فعلا باسورد. هات الباسورد ديت. هنعمل هنا برضك نفس الكلام قناع الادخال. ماشي خلاص عشان انا خدتها اقتباس فتعمل زيها بالظبط. ماشي. فدي مهمه قوي النقطه دي. بنيجي نعمل هنا لازم ده التأكيد بتاعه عشان برضك ايه ايده او ما تجيش في حرف زيادة هو ما يعرفوش. طب هنا بقى المسمى هنا ايه؟ تكست 2 وهنا تكست 19. تكست 2 تكست 19. هنقول هنا else if تاني. بتساوي مي دوت تكست 19. طبق لي الشرط دوت. بعد كده اي حاجة غير كده else end if. تعال نشوف كده. شعبان مثلا. شعبان تمام 10. لكن كده 10 وكتبت تحت واحد بس. أضيف مش هيضيف معانا. لكن لو عملنا هنا 10، عملنا 10 وعملنا هنا 10 هيضيف معانا. تم تسجيل. بس احنا عايزين نقول بقى ايه بالمرة رسالة. طبعا هنا اليوزر اتعمل اهو. ونتأكد برضو، نتأكد تاني لما نيجي نعمل هنا شعبان نكتب هنا واحد ونكتب رقم كبير ونعمل ادخال. نتأكد اللي هو مسجلش. هو كده فعلا مسجلش. بس احنا عايزين نقول له هنا رسالة بإن تأكيد ام اس 7 تأكيد الرقم. تأكيد الرقم السري غير مطابق. اتأكد
تأكيد رقم السري غير مطابق. خلاص، دي اللي احنا النقطة اللي احنا ايه اشتغلنا عليها. طبعا ان شاء الله في الحلقة الجاية هيكون هيتنشئ زرار ادمن مخصص للادمن. الزرار ده هنضيف عليه مستخدمين والصلاحيات بتاعته، مستخدمين والصلاحيات بتاعته. دي ان شاء الله هتكون في الحلقة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.